السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله معايا حاجات من جهاز بنتي في سلسلة جهاز العروسة. بس قبل ما هنبدأ في الحاجة اللي معانا هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا طقم الجرانيت ومعايا القلايات. هنبدأ نعرض الحاجة اللي معانا، واتمنى يا رب ان هي تعجبكم. وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا لي الجرس واللايكات عشان بإذن الله يوصل لكم مننا كل جديد. هنسمي الله وهنبدأ أول حاجة معانا. أول حاجة معانا الطقم القلايات دوت. هما 3. هو نوعه تورفيل اهم التلاتة دول. لونه كده زيتوني. هطلعه من العلبة بتاعته وهنشوفه مع بعض. معانا اهو الطقم بتاعنا يا حبايبي اهو. ديت مقاس اللهم صل على النبي، ديت مقاس 20. لونها زيتوني ديت اهي. ودوت التوزيع الحراري بتاعها. ادي معانا اول واحده. تاني واحده مقاس 24. والله يعني ما شاء الله عليه تقيل. تالت واحده معانا اهي يا حبايبي مقاس 26 اهي. نفس التوزيع. انا مش عاوزه افتحه من الكيس بتاعه. اللهم صل على النبي، تقيل مش خفيف. كنت من حوالي 3 او 4 سنين، انا من فتره بجهز بنتي، كنت جايباه ب 400 جنيه. اهم ادي الثلاث مقاسات معانا اهو. اللهم شكلهم. بعد كده انا معايا ديت انا كنت جايباها لها. اللهم صل على النبي، ان هي تقلي فيها بضايه، هتعمل فيها طشه توم، حاجه يعني حاجه خفيفه. ديت انا كنت جايباها ب 60 جنيه اهي. هنشوف بقى الطقم التاني معانا، هفتحه ونشوفه مع بعض. تاني طقم معايا طقم الجرانيت دوت. اللهم صل على النبي. طقم الجرانيت دوت اهو. الاسم بتاعه هو تركي. ميد ان تركيا. اللهم صل على النبي. معاه اللبانه، ومعاه 4 حلل، ومعاه الجريل. في بقى حاجه يا حبايبي عاوزه اقول لكم عليها. انا هنا جت غلطه مني. دي كنت انا اشتريته، لما جبته انا ما فتحتوش. شفته هناك في المحل، فتحت منه حله واحده. وبعد ما جيت هنا في البيت اكتشفت فيه حاجه هوريها لكم مع بعض، واتمنى ان ما حدش يقع في الغلطه اللي انا وقعتها. اول حاجه معانا الجريل اهو. الجريل دوت اللون بتاعه اهو. التوزيع الحراري بتاعه، وهو ميدن ان تركيا. دوت تركي. دوت الجريل بتاعه. هنشوف الحلل بتاعته اهي. الحله بتاعته الحله ديت هو بيجي كده، بيبقى في قلب كرتونه، وبيجي كل حله فيهم بتبقى محطوطه في قلب الكيس دوت والغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اول حله معانا اهو. دوت اهي شكلها اهي. وادي الغطا بتاعها. هو الغطا بتاعها استانلس، مش اللي هو الازاز. دي غطاها استانلس. بسم الله ما شاء الله عليه. والله يا حبايبي تقيل جدا اهو. بص ناعم. دي تقريبا ديت اصغر حله. هنشوف المقاسات بتاعته مع بعض اهي يا حبايبي. اللبانه بتاعتنا، الغلطه اللي حصلت معايا ان انا لما جيت انا ما فتحتش الطقم كله في المحل. يعني انا فتحت حله او حلتين. فجينا اللبانه لما جيت هنا البيت انا لقيتها متقشره. فلما رجعت المحل تاني قال لي طب تسيبيها وهغيرها لك بعد اسبوعين، تعالى غيرها لي. اما غيرها جات لي ديت. حاولت ان انا اغيرها كتير. ريت يعني اللي بيكون بيجيب الطقم يمسكوا ان احنا بنفرزه قطعه قطعه. دي اهم حاجه، عشان بعد كده لما بنيجي نروح المحل واقول له بدلها لي، بتحصل انه يقول لك لا مش هتنفع، اصلا انا مش لاقي نفس النوع. اهي يا حبايبي انا طلعت الطقم بتاعنا كله قدامي علشان نشوفه مع بعض. اول واحده ديت مقاس 18. والله ما شاء الله عليه تقيل جدا. الموزع الحراري بتاعه اهو ميدن ان تركيا. اول واحده معانا مقاس 18. بعد كده ديت مقاس 20. بعد كده معانا ديت مقاس 24 اهي. بعد كده معانا اكبر حله. بسم الله ما شاء الله اهو. اهي معانا
اهي. الحله ديت مقاس 28، والجريل مقاسه 28، واللبانه مقاس 16. اتمنى يا رب كل واحده، كل ام بتجيب لي بنتها وبتجهزها ان هي ما تقعش في الغلطه اللي انا وقعتها، لان زي ما قلت لكم ان بعدها باسبوعين او 3 لما خدوا مني اللبانه ورجعوها لي ما طلعتش نفس نوع الطقم. طلعت فيها اختلاف في اللون واختلاف في الخامه. الطقم ما شاء الله عليه تقيل، الطقم بتاعي تقيل، انما اللبانه بتاعتي لا اخف شويه. حتى هو يعني ممكن يكون باين حتى في اللون ان دي اغمق شويه. اتمنى يا حبايبي ان انتم ما تقعوش في نفس الغلطه بتاعتي، واتمنى ان الحاجه بتاعتنا تكون عجبتكم. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس، وعاوزه لايكات منكم كتير عشان باذن الله يوصلكم مننا كل جديد. وكل حاجه باذن الله هجيبها مع بنتي في جهاز بنتي هنعرضها مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.